مشاهدي المصرية في كل مكان، مساء الخير واهلا بيكم جميعا معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا الدائم على شاشة الفضائية المصرية الجمعة من كل اسبوع الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة. ملفات ساخنة، وكل اسبوع بنفتح مع حضراتكم ملف يمكن اكثر سخونة من الاسبوع اللي قبله. كل ما نحاول نقول سخونة المشهد السياسي في جمهورية مصر العربية هتقل حدته، مش عارفين نوصل لقلة الحدة ديت. طيب خارج جمهورية مصر العربية، حدودنا العراق، سوريا، اليمن، مش عارفين نوصل لمكان فيه حالة من السلام الدائم. بنتمنى لكل الوطن العربي حالة من الراحة، إحساس بالأمن وبالأمان يستعيد المواطن المصري والمواطن العربي في كل أنحاء العالم. حوادث سخيفة وإرهاب، مسلمين يتقتلوا في أمريكا، هل هي فعلا حرب على الإسلام؟ هل هي محاولة لتشويه الإسلام بما يفعله من يطلقون على أنفسهم داعش أو الدولة الإسلامية؟ يعني المشهد مختلط. ما زلنا في انتظار البرلمان القادم وسط مفاجآت من أسماء بتنتمي للزمن الماضي أو لما قبل الثورة، أو ربما كانت متسببة في قيام ثورة 25 يناير، بتترشح كده بكل جراءة يعني في المشهد وسط استياء الناس، الإجراءات القانونية، المحاكمات، مشاهد يعني مختلفة ومتنوعة. خلونا نتكلم بالتفصيل مع ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة، المستشار والخبير القانوني دكتور شريف أديب، المحامي بالنقد والدستورية العليا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أبدأ مع حضرتك بالإجراءات القانونية والمحاكمات، يمكن مسببة شيء من الاستياء لدى المواطن المصري. هل هناك بطء متعمد في إجراءات محاكمة قادة هذه الجماعة الإرهابية، ولا في ثغرات ممكن المحامي يقدر يشتغل عليها ويتسلل من خلالها علشان يلعب على عنصر الوقت؟ لا طبعا في مش هنقول ثغرات، هنقول ان هي اجراءات قانونيه وضعها قانون الاجراءات الجنائيه في المحاكمات الجنائيه، بتستلزم توفرها جميعا حتى يتحقق المحاكمه العادله. يعني ان بتتداول القضيه قدام محكمه الجنايات، لما بيصدر حكم بعد استيفاء مرافعه النيابه واستيفاء دفاع المتهمين بكل ما لديهم من طلبات ممكن المحكمه تجيبها او في بعض الطلبات المحكمه بترفضها، بيصدر حكم محكمة الجنايات، بيتم في خلال 60 يوم الطعن بالنقض فيه من المتهم إذا بالإدانة، ومن النيابة العامة إذا قضي بالبراءة. محكمة النقض طبعا بيبقى فيه يعني عندها كشف طويل كبير بالنسبة للقضايا. أما بيجي دور القضية بتبحث في الحكم، يعني الطعن بالنقض. الطعن بالنقض في حاجة يعني يمكن أغلب المشاهدين مش عارفينها، هو إنه بيراقب محكمة أول درجة طبقت القانون أم لا، ما بيتعرضش الموضوع. بيراقب مدى مراعاة المحكمة لتطبيق القانون من عدمه. وبيقول والله أنا في عوار قانوني أو في خلل في الحكم في 1 2 3، والمحكمة بترى نقض الحكم، تنقض الحكم أو ترفض. لو رفضت الطعن بالنقض خلاص أصبح الحكم نهائي واجب النفاذ. إن رفضت، المحكمة بتعيد الدعوة القضية الجناية إلى محكمة جنايات أخرى غير اللي أصدرت الحكم، تتصدى لها مجددا من أول وجديد بكامل الدفاع ومرافعة النيابة والشهود وإلى آخره. طب هو قانونا الأحكام اللي فيها إعدام ديت بيجب فيها قبول النقض قانونا؟ لما بتنظر قدام محكمة الجنايات لتاني مرة ويصدر حكم لتاني مرة من محكمة الجنايات سواء بالبراءة أو بالإدانة، وبيتم الطعن بالنقض لتاني مرة، محكمة النقض تاني مرة هي اللي بتتصدى للموضوع. إذا قبلت الطعن بالنقض بتبقى محكمة موضوع ومحكمة شكل، تقبل الطعن بالنقض. لو رفضت خلاص، لو قبلت الطعن بالنقض بتتصدى هي لبحث الموضوع في النقض التاني. وطبعا ده بياخد وقت كبير، يعني قد يكون سنين. في بعض الحالات التي يتوقف فيها التنفيذ لحين الفصل في النقض، وهي الحكم بالإعدام. لما بيصدر مش من الطبيعي ان المتهم هينفذ عليه بالاعدام ثم يقبل الطعن ثم يبرأ المتهم بعد ما يكون مات. صحيح. فمن الطبيعي ان بيوقف التنفيذ، بالتالي المتهم محبوس لحين الفصل في الطعن بالنقض سواء بقبول او برفض او باعاده محاكمه تاني. من الامور الغريبه كمان او يعني الحاجات القانونيه اللي يمكن المشاهدين ما يعرفوهاش، ان النيابه العامه لما بتقدم متهم وبتطلب توقيع اقصى العقوبه عليه وليكن مثلا الاعدام، لو المحكمه استجابت وحكمت بالاعدام، النيابه العامه نفسها بتطعن بالنقض غير المتهم بيقوم بالطعن بالنقض، ولكن النيابه العامه اخر بتطعن بالنقض. ليه؟
من مبادئ النيابه المستقره في تعليمات النيابه وفي قانون الاجراءات الجنائيه ان النيابه نفسها بتدي فرصه تاني للمتهم ليعاد محاكمته مجددا ولا ينظر الطعن سواء بالقبول او بالرفض، عشان يعني طبعا ده في رحمه وانسانيه. يعني في انهاء. فممكن جدا يكون في تجاوز في حق المتهم من امر الاحاله وكذلك من المحكمه، فالنيابه نفسها بتقوم بالطعن بالنقض لحق المتهم، ومحكمه النقض لها ان تقبل او ترفض نهائيا. الاجراءات دي هي المفروض سنت وشرعت لتحقيق اكبر قدر ممكن من العداله، ولكن طبعا بتاخد او بتستغرق من الوقت يعني الطويل اللي بيخلي الناس تمل، بالذات في القضايا اللي هي مثيره للراي العام. صحيح. ودي انا كنت اثرت من فتره موضوع حباره. راجل الواقعه ثابته بشهاده الشهود وبالفيديوهات والى اخره يعني، ولكن كان بقى في يعني مط وتطاول منه هو ومن دفاعه قدام المحكمه. بس دي الحسم فيها برضو علشان نكون واقعين، انا كنت طالبت فيها بالقضاء العسكري. ليه؟ القضاء العسكري هنا اجراءاته ما فيهاش اجراءات قانون الاجراءات الجنائيه الخاص بقانون العقوبات في المحكمه الجنائيه العاديه. بيصدر الحكم، بيتوقف تنفيذ الحكم على تصديق الحاكم العام العسكري او هو قانونا اذا قتل الجنود لماذا لا يتم عرضه فورا للقضاء العسكري او ان هو يتحاكم عن طريق القضاء العسكري؟ انا اعتبرتها قانونا ثغره، لان النهارده كل الجرائم اللي بتتم على ارض عسكريه صحيح. او فيها جزء عسكري او منشات عسكريه او صريحه في الدستور وربما اثارت جدل بالزبط. قبل الموافقه عليه 14 و15 يناير، ولكن تم الموافقه عليه بالاغلبيه. لازم كان يحال فيها للمحكمه العسكريه. المحكمه العسكريه بتبقى يعني فيها اكثر سرعه وحسم، مش قوه، لا هو نفس القوه واحده صحيح. ما بين المحكمه العسكريه والمحكمه الجنائيه، ولكن الايقاع اسرع بالظبط. ولان طبعا اجراء الطعن بالنقض ثم اعاده المحاكمه والاخر ده مش موجود. النيابه العسكريه بتاخد تحقق تحيل، محكمه بتحكم، تصديق حاكم عسكري، لو تصدق على الحكم بينفذ على طول فورا. طيب مساله تعليق الاعلام على الاحكام، ان انا اقول والله انا اعلاميه اطلع في برنامج اقول لا والله الحكم ده ازاي، ليه مثلا اديته حبيب العدلي وزير الداخليه الاسبق براءه، واجي مثلا في قبول الطعن على محمد بديع ما تسمعش اي ناشط سياسي ولا اي اعلامي لا معترض ولا بيتكلم. المساله بقى فيها اكتر من مكيال، يعني مش مكيال واحد للحكم، فكيف ترى هذا؟ ارى ان اللي بيعملوا كده موجهين، يعني انا خلينا نتكلم بصراحه صحيح. هو الاعلام هو منح لنفسه حق التعقيب والتعليق على الاحكام بالمخالفه للقانون على فكره، لان قانونا ما ينفعش ان انا اقيم حكم والله انا بقيم حكم بقيمه في صحيفه الطعن بالنقض، اكتب اللي انا عايزه في الطعن بالنقض واقول والله المحكمه اخطات، الحكم فيه عوار، الحكم فيه قصور، والمحكمه بتنظر كلامي، انما ما اطلعش في ساحات الاعلام واقول والله المحكمه اخطات في كذا وكان يجب عليها كذا وكان يجب كذا. ولكن هو الامر الغريب مش الاعلام والناس اللي بيقولوا، ولكن ما وراءه. فعلا الناس كلها طلعت طلبت بحكم مبارك ليه وكان المفروض ان هو يقضى، وانا حتى يمكن طلعت قبل كده، يمكن اعتقد مع حضرتك قلت والله يا جماعه احنا بنحترم القانون في جميع يعني مراحله وعلى اي مكان الشخص المذنب حتى لو متناقضه، اصل هي نفس القضيه، ما هو ورق القضيه مش واحد، كل قضيه لها امر احاله ولها تحقيقاتها ولها الاستيفاء بتاعتها ولها الادله ولها الشهود ولها اشمعنى. فالناس الحقيقه لما كان حصل يعني ثوره في ان مبارك اخذ براءه، الحقيقه لقيت نفس الناس دي عاملين ثوره برضو في الاخ احمد دومه لما خد حكم يعني، مع ان الاستاذ احمد دومه اعترف بالواقعه في جميع وسائل الاعلام الحقيقه. والاعتراف سيد حدفنا المولوتوف على الضباط عشان كانوا اصلهم على السطح بيضربوا علينا، يعني قالها صراحه كده على رؤوس الاشهاد بالضبط. ولما وبالبحث في ملفات يعني الاستاذ احمد دومه طلع ان له خلفيه فلسطينيه والى اخره يعني صحيح. فجاه الكل سكت عن الغاء محكمه النقض. هي ما لغتش هي محكمه النقض نقضت حكم الاعدام. بتقول انا باعيد القضيه تاني الى محكمه جنايات اخرى دائره تانيه تنظرها مجددا علشان في اخطاء. هي ما قالتش ان الخطا في حكم الاعدام وكان المفروض ياخدوا 100 جنيه غرامه، لا هي قالت ان اجراءات المحاكمه من ابداء مرافعه النيابه وامر الاحاله ثم دفاع المتهمين، ده حسب معلوماتي يعني،
ثم الحكم وما انتهى اليه في بعض القصور الذي يخالف قانون الاجراءات الجنائيه، ومن ثم يستوجب نقد الحكم واعاده الدعوه مجددا ليقضى فيها امام دائره اخرى، ومن حق الدائره الجديده انها تقضي بالاعدام. صحيح. وساعتها برضو لو محكمه النقض شافت او رأت ان هذا الحكم مخالف، محكمه النقض نفسها بتاخد الدور الموضوعي وبتحكم في القضيه موضوعا مع الشكل، يعني بتنقض. لو رفضت خلاص، لو نقضت هي بقى بتقول والله انا ببرأ، انا بدي عقوبه جنائيه بالحبس، انا بقى بالسجن، انا بدي اعدام. بتبقى رأي المحكمه هي الفيصل. طيب مين يا فندم اللي من حقه ان هو يدعو او يطالب باتخاذ اجراءات ضد بعض الضيوف اللي بتظهر في بعض الفضائيات، ضد بعض الاعلاميين اللي بيتولوا برامج توك شو في بعض الفضائيات ويحقروا ربما انجاز التعبير من شأن الاحكام، او ينتقدوها بطريقه فيها شيء من السخريه وفيها زي ما بيتقال كده، يعني يقول الكلام بشيء من الافيه وكأنه حاجة مضحكة أو حاجة فيها سخرية؟ مين المفروض إنه ياخد إجراءات ضد هؤلاء؟ لا، هو خليني بس نفرق الاثنين. المادة 65 من الدستور بتدي حرية الرأي والتعبير بالكلمة المسموعة أو المرئية أو ولكن حينما تتعارض هذه الحرية مع إحدى القوانين المنظمة أو الوضعية أو الاستثناء، احنا عارفين دايما في مبدأ إن الخاص يقيد العام، وهو السلطة القضائية. لا، هنا لازم أقف ويحاسب من بث هذه البرامج او من سمح ببثها. هو النهارده لو في جريده، مين اللي يحاسب بس يا دكتور؟ ما هو ده سؤال. النيابه العامه هي اللي بتحيل. حضرتك بتشوفي اي واقع معين انت غير راضي عنه او شايفه انه مخالف للقانون او الدستور، بتعملي بلاغ للسيد يعني انا كمواطنه مثلا اقدم بلاغ؟ طبعا. طبعا. انا عندي قضيه مثاره بتاعت احدى يعني كاتبه مشهوره اللي هي الكاتبه فاطمه نعود. احد الاشخاص ابلغ ان هي قامت بازدراء الدين الاسلامي، والنيابه حققت واحالت للمحكمه، والمحكمه بتقول كلمتها. يعني من حقي انا كمواطن النهارده شريف اديب لما الاقي واحد يفتئت على السلطه التنفيذيه او الدوله ان انا اعمل بلاغ واقول والله انت النهارده عملت 1 2 3 وده معاقب عليه قانونا، والنيابه بتحقق وبتحيل للمحكمه. مفيش على ذكر تهمة ازدراء الأديان، بقت لما مش عارفين نعمل ايه مع اي حد بنوجه له هذه التهمة. يعني هل حضرتك ملاحظ تكرار المفرد اللغوي ازدراء الأديان مع كل اللي احنا شايفينه على ساحة العالم العربي كله من حروب طائفية او قتل على الهوية، سواء بقتل ده عشان مسلم او بقتل ده عشان غير مسلم؟ ده انت حضرتك بقى جاوبتك هنا على السؤال ده. ازدراء الأديان ياخدنا، يمكن ده معنى الأديان حتى مفتوح. احنا العالم في اختلاف للأديان، وفي ناس ملحدين، وفي ناس لا يؤمنوا بوجود ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ده نفسه يحدد اللي حضرتك سألت فيه، وهو ازدراء القضاء. هو تعليقي على السلطة القضائية في أي حكم هو ازدراء للقضاء. سواء أنا قلت والله الحكم كويس، ما هو الحكم لما صدر ما صدرش الإرضائي، ده صدر لأن القاضي بيخاطب ضميره وربنا سبحانه وتعالى في حكمه فحكم. ولو قلت والله الحكم أخطأ، طب ما هو ده فيه ازدراء. ده فيه ازدراء. أنا مين؟ صفتي إيه؟ مقدرتي القانونية في قناة طبيعية بتمشي فيها الإجراءات القانونية عشان ننتهي في الآخر. في أحكام بنطعن عليها وبتلغى وقد تكون خطأ، بس مش أنا اللي أقول ولا حضرتك ولا الإعلام، ولا نتاجر ولا نزايد بهذا الكلام. صحيح. في له قنوات شرعية وده موجود. المفروض يعني هنا يعني ده دور السلطة القضائية، إن هي تكشر عن أنيابها في حماية خصوصية الأحكام. إنما النهاردة بنلاقي الناس كلها بتطلع في كل حته تعلق اللي عاجبه حكمه واللي مش عاجبه حكمه. يعني ايه واحد يصدر حكم قضائي والمتهم يسقف له اللي هو احمد دوم؟ يعني ده معناها انا بوصل للناس ان انا بأزدري هذه المحكمه او وبالتالي ارتكب جريمه اخلال بالجلسات وخد عليها عقوبه، اهانه القضاء خد عليها عقوبه 3 سنين. احنا محتاجين نحط الاطر دي واضحه، محتاجين نحط العلامات دي واضحه كلنا هنحترمها. يمكن في الاول هيبقى صعب، لما يطبق القانون ويعاقب من يخل او يخالف بعد كده الكل هيحترم. وبالتاكيد سياده القانون هي الحل، وده طلبنا انه نرى سياده القانون على الجميع على حد سواء. هي الملاذ. بالتاكيد الفتره اللي فاتت او ال10 ايام اللي فاتوا كان فيهم الزياره التاريخيه للرئيس الروسي وتواجده في قلب مصر واحتفالات شعبيه، ويعني شفنا فرحه وبهجه في الشوارع والعربيات بتعدي، الست المصريه الجميله بتزغرط فرحه بهذا اللقاء. رد الفعل الشعبي بيبقى له تأثير على السياسة؟ طبعا هو حسها. هو في المؤتمر الصحفي شكر مصر على حفاوة الاستقبال. وانا امبارح كنت بسمع
مع يعني في احد البرامج ان السفير الروسي كان بيعمل مؤتمر صحفي ان هم بيقولوا من الوفد المرافق للرئيس الروسي انه ما شافش الحفاوه دي في بلد. وعلى فكره ده مشهورين بيها مصر، احنا شعب عاطفي جدا وشعب جميل جدا، ده من ايام نيكسون كان معمول له فان لو حضرتك متذكره، جه السادات عمل له استقبال شعبي، الراجل عيط من اللي شافه. وكذلك الرئيس طبعا بوتين، لان المصريين واعيين قوي زي ما الرئيس بيقول، وفاهمين قوي مين اللي بيقف معاهم ومين اللي بيقف ضدهم، فهم فاهمين ومدركين موقف روسيا من 30/6. طبعا واضح وما فيهوش مجال للمزايده، الراجل واضح. الرئيس بوتين يعني ما اعتقدش ان هو من نوع حركته كتير وبيزور دول كثيره، وبعدين جه وراح اتعشى في برج القاهره وراح الاوبرا، ويعني طبعا لا باين الحفاوه، باين حتى في طريقته يعني. طيب قبل ما اسال حضرتك عن تقييمك لانعكاسات هذه الزياره على المستوى المحلي والمستوى العالمي، انا عايز اعرف رد فعل بقيه العالم وهم شايفين ده. الولايات المتحده الامريكيه، حلفائها، اوروبا، الاتحاد الاوروبي، شايفين هذه الزياره وهذه الحفاوه وهذه الاتفاقات اللي اسفرت عنها تواجده في مصر، شايفين ده ازاي على المستوى السياسي قبل القانوني؟ لا هو انا بس ممكن اقول انا يعني وجهه نظري انا ايه، ولكن طبعا انا ما اقدرش اتحدث عن الدول دي، او يعني ولكن انا بتخيل ان كان في سرعه رد فعل من فرانسوا اولاند بتاع فرنسا، انه ابرم او اعلن او صرح باتمام صفقه السلاح اللي كان متفق عليها بين مصر وبين فرنسا، ودي كان متفق عليها من زمان. لقيت ان بعض الدول الثانيه اللي لا تستطيع ان تخفي الغيظ، وانا قريتها امبارح ان اغلب الدول الاوروبيه لم تعلق لا من قريب ولا من بعيد في وكالات الانباء بتاعتها او الصحافه التابعه للحكومه او عن الزياره تماما. ما جاش فيها، مع ان انت ممكن تلاقي حدث بسيط تلاقي الناس كلها بتتكلم عنه، يعني كل وكالات الانباء اتكلمت عن الشهيده شيماء الصباغ. الحقيقه ما اتكلموش عن زياره بوتين لمصر ولا لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ولا انه قعد يومين، يعني ده اللي انا شفته امبارح. امريكا الحقيقه انا شفت الرئيس اوباما بيتصور سيلفي، ده اللي انا شفته. يعني حسيت ان هم عايزين يوصلوا رساله للعالم، لباقي العالم، ان لا يعنيهم بالدرجه الاولى. ولكن متحدثه البيت الابيض اشارت ان ما اثير بشان اتفاق مصر مع روسيا بصدد انشاء محطه نوويه للحاجات السلميه، يعني للكهرباء والطاقه والى اخره، لن يؤثر على الامر، او بما معناه انه لا يعني امريكا ايجابا او سلبا او لا يؤثر. ده كان اعتقد اللي المتحدثه باسم البيت الابيض قالته في عجاله. ولكن احنا في الاول وفي الاخر احنا مصر. طب ما نرجع بالتاريخ لايام عبد الناصر، هو مين اللي وقف جنبنا؟ وايام السادات مين اللي وقف جنبنا؟ احنا ده المشير احمد اسماعيل علي قال للرئيس السادات ان كانت بتنزل طيارات، بتنزل دبابات عامله كيلومتراج قليل، وكانت بتنضرب في سيناء نازله على الطيارات الحوامل الامريكيه. يعني امريكا هي اللي حاربت لاسرائيل، مين اللي وقف جنبنا؟ ما هي روسيا. روسيا من ايام عبد الناصر. العلاقه احيانا بتبقى فاتره، احيانا بتبقى قويه ولكن هم مبداهم معانا ثابت واحنا كذلك. اللي مبدا مش مفهوم وتصرفات غير مفهومه هي امريكا. النهارده لما نسمع ان امريكا بتدين داعش، وبعدين امريكا بالغلط بترمي مساعدات وسلاح لداعش، وبعدين نسمع تواتر كلام على ان امريكا هي اللي عملت داعش، طب ما هو دي حاجه مش مفهومه. ما هو احنا هو اللي مش مفهوم امريكا عامله تحالف دولي علشان تحارب داعش كل هذه المده ولم تنجح، يعني داعش بهذه القوه، لا يعني داعش منتصر على امريكا وعلى كل القوات المشتركه وخلصوا على العراق في اسبوع. يعني الجيش الامريكي اللي دخل العراق وصدام والى اخره، ده كان في ايام. وداعش الحقيقه هم لسه قاعدين مقر المبنى بتاع مقر الدوله بتاع داعش ضخم جدا، وبيعرضوا صور وبتاع، مش عارف امريكا مش شايفاه ولا ايه. وبعدين كمان كان اثير مقولات مش عارف مدى صحتها من خطاها، ان الشهيد الطيار معاذ الكساسبه ان سبب اسقاط طائرته وبتاع ان هو كان صور بعض الطائرات وهي طيب بتلقي مساعدات. مشهد داعش ده مهم جدا، خلينا نبدا فيه ولكن بعد الفاصل.
على الهواء بنجدد التحية وملفات ساخنة، وضيفنا المستشار والخبير القانوني دكتور شريف أديب والمحامي بالنقد والدستورية العليا. وداعش هل هي قولا واحدا صناعة أمريكية ولا صناعة عربية من أجل دعم السنة ضد الشيعة، وأمريكا يعني استفادت من المشهد؟ والله الحقيقة يعني احنا لو طبقنا المنطق هنلاقي الإجابة. لو هي صناعة عربية، طب طلعت امتى؟ احنا لسه الدول العربية يعني يدوب بقالنا سنة او سنتين انتهاء يعني بعض الدول زي اليمن، زي الحروب في سوريا، ليبيا، تونس، العراق، مصر. طيب هل هم جمعوا نفسهم وحطوا الفكر وانتظروا التمويل من بعض الدول العربية، ولا زي ما احنا دايما بنفاجئ ان امريكا هي اللي بتحضر العفريت وهي اللي تيجي تصرفه في الاخر ما ينصرفش؟ وبعدين وهو لو تم بتكوين عربي او بفكر عربي او بسبورت عربي، وهي امريكا كانت في غيبة، امريكا كانت تقدر توقده منذ لحظة ميلاده. صحيح. واعتقد اعلى جهاز استخباراتي في العالم واقمار صناعية والى اخره، وهتعرف اذا كان فيه يعني هو مخالف لرغبتها ولا لا. ولكن لا طبعا هي بتوجد الشيء وتستفيد به، وحينما ينتهي دوره بتقضي عليه منه. زي ما سمعنا أسامة بن لادن بالظبط. زي ما سمعنا أسامة بن لادن وخلافه، طبعا ان انا بستفيد بيها في وقت معين. طيب النهارده لما انا اجي اقول داعش، طب ما هي بتهاجم الاردن وسوريا وبتهدد السعوديه وبتهدد مصر وليبيا ولا، طب مين اللي ساندها بقى؟ يعني مين الدوله؟ يعني مين اللي وراها؟ مين اللي وراها؟ اذا كانت دوله عربيه هي مين؟ قطر اللي هم 20 شخص، ولا مين اللي هيساند داعش؟ مين اللي هيديها هذا السلاح والتمويل والتنظيم والاستخبارات والقوه؟ النهارده داعش بتسقط طياره، يعني بصواريخ مضاده للطيارات. بالظبط كده. هتلاقيه منين؟ انا اعرف لو هي عصابه يعني لما بعدها يوم ما يقدروا يعملوا سلاح هتبقى شويه طبنجات ولا ممكن مدفعين رشاش ولا حاجه، انما عشان اوصل لتقنيه التسليح بهذه الدرجه ان انا اسقط طياره F-16، لا طبعا يبقى انا بهزر. طب هي الولايات المتحده الامريكيه يعني اين حمره الخجل؟ وده مقروء ومفهوم للعالم كله، هو بيتفرج عليكم وانتوا بتقولوا تحالف دولي وما انتوش قادرين تقضوا عليهم. يعني امريكا ايه اللي في ذهنها؟ او لو حطينا نفسنا مكانها علشان نحاول، ايه الهدف؟ هل هي زعزعه الامن والاستقرار في الشرق الاوسط؟ هل هي خلق مزيد من الصراعات الطائفيه؟ يعني هل فشلت في حته المسلم والمسيحي فابتدينا نخش في منطقه سنه وشيعه وتفريغ المنطقه من المسيحيين؟ هل ديت اهداف؟ وفي النهايه عايزه توصل لايه؟ المبدا العام الاساسي فرق تسد. امريكا النهارده بتوجد مراحل واماكن للنزاعات في الشرق الاوسط علشان توفر الامن لاسرائيل بالدرجه الاولى، وبعدين عشان هم اللي يبقوا خلصوا على بعض. هو النهارده هي امريكا دي مش كانت عدوه ايران، وكان في يعني تهديد لايران عشان ايران عندها نووي ومش عارف. النهارده فين امريكا وايران؟ النهارده ما امريكا تعلن وتجهر ان بالعلاقه ما بين جماعه الاخوان المسلمين المحظوره التنظيم الدولي وما بين دوله زي قطر ودوله زي تركيا، والكلام ده معلن النهارده. لما البيت الابيض او الكونجرس يعلن عن المجموعه بتوع رابعه اللي راحوا وتصوروا في رابعه وعملوا القاضي وليد شرابي ولا جمال حشمت، وراحوا هم رايحين ليه؟ من صفه الناس دي مين؟ الناس دي راحت طلع بعد كده تصريح ان احنا بنقابل الجميع، يعني ده من باب المجامله يعني السياسيه. انا لو رحت واشنطن ومش لاقي حاجه اعملها واقول لهم والله انا عايز اجتمع باوباما عشان اناقش السياسه في الشرق الاوسط، هيقابلني ازاي الكلام ده؟ ازاي مجموعه محظوره معروف ان هي ضد الدوله وانها منبوذه في الدوله وانها يعني بتلاحق قانونيا، ونفس المجلس الاعلى للقضاء اداهم عدم صلاحيه. ده ايه؟ هل هي مثلا بتعلن عداء ضد مصر؟ لا امريكا ما بقاش فارق معاها. امريكا يعني انا عايز اوصفها بايه؟ بقى عندها في فجر في السياسه. انا بعمل اللي انا شايفه صح واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطه كده. فبالتالي احنا النهارده يعني الفطنه المصريه ان احنا كمان بنتعامل باسلوب والله روسيا، لا نروح روسيا ونتعامل مع روسيا، والرئيس الصيني جاي وقد يكون الرئيس الكوري، واحنا بنتعامل، احنا دوله ذات سياده ولها كيان وانتوا دوله لها ذات سياده ولها كيان، ما احناش تابعين لكم ولا انتم مهيمنين علينا. خلصت القصه دي، انتهت خلاص. فاصبح النهارده لابد ان يتم او تم وضع
امريكا بالنسبه لمصر في الحجم الطبيعي، انت دوله ونحن دوله، انت مختلفه معانا خلاص حاربينا، انت بس بتتامري علينا. انما ما ينفعش ان احنا نبقى حبايب وحضرتك بتتامري عليا وانا اقبل هذا التعامل، لا، واحطك في خانه ان انت عدوه او ان انت متامره علينا او ان انت مش امينه. دوله مش امينه، ما اقدرش اثق فيك النهارده انت بتدعمي عدوي اللي بيجي يضرب ويفجر ويقتل، واللي منهم داعش، اللي منهم انصار بيت المقدس اللي هم في سيناء، اللي على الحدود ليبيا والى اخره. مين اللي بيمول؟ مين هي ليبيا لا تاكل ولا بتوع سيناء؟ مين اللي بيدي ده؟ ما هو تلاقي اسرائيل يبقى اذا امريكا، او قطر يبقى اذا امريكا، او تركيا يبقى اذا امريكا هي ميكر او اللاعب صانع الالعاب الخفي اللي بيحرك ادواته. هو انا عايز اقول النهارده تركيا اردوغان او قطر، الدولتين اللي هم في المنطقه في مواجهه مصر، من اين لهم القوه والبأس لاعلان العداء الشديد ده لمصر؟ منين؟ الا لما يكون في مسانده. التدخل بتصريحات في الشأن الداخلي المصري بكل جراءه، ويمكن كنا دايما نعرف انه السياسه دي لعبه الذكاء والدهاء، وان انا اظهر عكس ما ابطن، ربما انا غضبانه منك لكن انا بحط ابتسامه بشكل دبلوماسي، وكل السلوكيات الدبلوماسيه السياسيه ده فجاه بدات بعض الدول تتخلى عن الدبلوماسيه، وبقت الامور يعني زي ما بيتقال كده بلغتنا عيني عينك خلاص. اي فندم، هو يعني الراجل رئيس دوله تركيا اللي مطلع اللي كان على الجنود لابسين زي فيلم النصر صلاح الدين، دول لابسين فيعني بيهاجم مصر في كل المحافل علنا. طب فين الدبلوماسيه؟ ما تتخاطب معانا بلغه دول، نتخاطب. حتى يعني كان في مثل ان حتى الاعداء لابد ان يكون ما بينهما الاحترام، لغة حوار، لازم في ريسبكت بين الانمي، يعني لازم حتى يعني ده دبلوماسيه. وكذلك قطر، بالعكس ده يمكن اسرائيل اللي هي العدو طبعا، اللي هي العدو الاستراتيجي، او كان المفروض ان هي العدو الاستراتيجي الاول لمصر، هي حريصه جدا 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 في التعامل دبلوماسيا ونظاميا مع الاداره المصريه، لان طبعا هي مش بالغباء انها تفصح عندها. وللاسف الاسلاميه زي تركيا اللي هي زينا، او الدوله العربيه اللي هي زي قطر اللي هي زينا، هم اللي بينفسوا سمومهم في مصر. طب ليه؟ هل هو بهدف سلب الرياده مثلا من مصر في الشرق الاوسط؟ اصل الرياده ده مش لقب، مش مسابقه وجايزه، واللي هيكسب هيبقى هو زعيم الوطن العربي. دي بتبقى هبه ربنا منحها للمصريين. خدت بال حضرتك؟ لا، انا يعني هو بيبقى، انا اعتقد ان هو غل دفين وحقد له سنين طويله لدى الدول دي، يعني الاعداء اتلموا مع بعض. كل هذا بعد ثوره 25 يناير، يعني التوقيت عشنا طول السنين ما بنشوفش الحاجات دي، ولا نعرف انه في شيء من الكراهيه او في شيء من حتى الاختلاف في وجهات النظر. يعني لو قلت لك اكثر التعبيرات دبلوماسيه وتهذيبا، هذا الاختلاف لم نراه الا بعد 25 يناير. التوقيت ده مغزئي. لا حضرتك قصدك قولي قبل 25 يناير، ما هم اللي عملوا 25 يناير يا فندم. 25 يناير وهقولها لحضرتك تاني، الناس المحترمه الثوار اللي نزلوا يطالبوا بعيش وحريه وعداله اجتماعيه، اول ما الرئيس السابق حسني مبارك اعلن عن تلبيه رغباتهم في 1 2 3، الناس دي مشيت من الميدان. مين اللي قاعد في الميدان؟ شباب الثوره و6 ابريل واسراء عبد الفتاح والاخوان المسلمين، واقتل وحط قناصه من حماس. مش الكلام ده اعلن ولا انا اللي بالفه؟ هو مش كافه الجهات الاستخباراتيه قالت ان حماس اعتلوا الاسطح لما جت تحقيقات وفتح السجون. بس ايه، لا يتهمونا بازدراء الثوره يا دكتور شريف؟ يعني مش كان انا لا ازدري، لا هيحصل قانون كل من يزدري او يتهم الثوره باشتراك فيها ناس ليهم شبهه عماله او شبهه تمويل خارجي، هل ده يعد ازدراء ولا ده تقييم؟ يا فندم، هو انا عايز اقول حاجه، هو مش انا عندي حاجات مثبته لهذا الكلام. طيب لما انا الاقي محكمه الجنايات السيد الرئيس السابق محمد مرسي بيقول لهم اصل احنا طالعين من السجون، فواحد عيل بيجري رمالي تليفون نوكيا صغير، فقمت انا بقول الو لقيت قناه الجزيره فجاه خدت بال حضرتك، ورد على قناه الجزيره وقال لهم انا معايا فلان وفلان وفلان. لما يجي من ضمن ارهاصات الثوره حرق المجمع العلمي وحرق الحزب الوطني وحرق مباني ومنشآت وسرقه واتلاف. طيب اسمح لي نرفع الاذان حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره، وارجوكم ابقوا معنا وملفات ساخنه.
والآن موعد آذان العشاء. على الهواء وملفات ساخنة الجمعة من كل أسبوع الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة دائما وأبدا، وفقط على هذه الشاشة، شاشة الفضائية المصرية. دكتور شريف، داعش هتخلص إمتى وإزاي وبإيد مين؟ البعض بيقول أمريكا هتيجي مرحلة وتقضي عليها. هل بترى هذه المقولة أقرب للصحة، أقرب للحدوث؟ لو هي ما نفذتش الأجندة المنوط بها تنفيذها من امريكا هتقضي عليها زي كأسامة بن لادن وزي القاعده والى اخره، وهتنهي دورها وتبتدي تفكر في بديل لها مستقبلي بدل ايه كلايمكس الاجنده او ايه ذروه الاجنده بلغه السينما؟ امريكا عايزه ايه بالظبط من داعش؟ يعني لسه خبر اهو من صحيفه الشرق الاوسط انه داعش بتحاصر 1500 عائله سنيه في منطقه البغدادي في العراق. يعني الله، مش انتوا بتدافعوا عن السنه عائله سنيه ازاي؟ ده هم سنه. طب ما هو المشهد مليان بقى باللغط، والمواطن الطبيعي هو بيتفرج ما بقاش بقى فاهم حاجه، ولا هل ده زي كاموفلاش؟ يعني احنا مش ضد الشيعه فلا ايران ما تغضبش علينا، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يعني انا بعتقد ان هي ارهاصات علشان برضو تشتيت الفكر يعني ما ينعرفش ان لهم اتجاه معين، بس كل ده اعتقد انه تخطيط مخابراتي، تخطيط امني بهدف ده داعش ليس هدفها نزعة دينية او ارساء دولة اسلامية او لا خالص مش كده. اصل مش كده، ما بيبقاش كده. مش بالطريقة دي مش ان انا اعمل المسرحيه الكبيره عشان اعدم الشهيد معاذ، ولا ان انا امسك الرؤوس مذبوحه، ولا مش كده خالص. مش كده، وخصوصا ان انت النهارده بقى احنا في زمن فكر. الفكر هو اقوى حاجه مؤثره النهارده، ما بقتش بالامريكا تملك او روسيا او الدول يعني انها تبيد المنطقه من على الخريطه لو تشكل يعني تهديد. بس لا، هي سيبه يعني يلعب شويه او يضغط على الحدود المصريه او انا الحقيقه. بس انا مطمن. انا فيما يخص مصر انا بتذكر مقوله العظيم عمر سليمان الله يرحمه ويديله الصحه ان مصر ستبقى هي البلد الامنه الوحيده، رغم ان كل اللي حوالينا هيبقى فيهم براكين وفيهم نزاعات وفيهم، وده احنا شايفينه صحيح حوالينا، تونس، ليبيا، سوريا، ممكن يمن والى اخره. مصر هتبقى هي الملاذ الامن. مصر هي المذكوره في القران، مصر هي المذكوره في الانجيل، مصر هي المترابط شعبها. انا يعني مطمن لدي قوي قوي قوي. وتجلى عنايه ربنا سبحانه وتعالى بمصر في 30/6 في 30/6 بالرئيس باختياره بالتفاف الشعب المصري حوله. عمري ما شفت هذا العدد يتفق على حاجه. احنا ما فيش 40 مليون في مصر متفقين على حاجه. صحيح. ما فيش 10 مليون في مصر متفقين على حاجه الا السيسي. انا بتكلم لا على الاهلي ولا على الزمالك ولا على اي مبدا. هو اول مره، ودي ايد ربنا اتمدت. ربنا يعينه على التركه، ويعينه بقى على البرلمان القادم، واحمد عز والبلكيمي صاحب الانف اللي قال ضربوني على مناخيري، واتضح انها عمليه تجميل، واحنا مش ضد عمليه التجميل، بس ليه الفيلم اللي اتعمل مترشحين عن دايره السادات؟ يعني انت قاري ده ازاي؟ هو بس انا حسب معلوماتي ان كان الاستاذ احمد عز كان مرشح في الدورات البرلمانيه السابقه عن دايره منوف في المنوفيه، فمش عارف بقى هل هو غير محل اقامته علشان انا مش عارف. احنا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي انه بطاطين اتقدمت للمواطنين، حرقت هذه البطاطين في حاله من الرفض الشعبي. هل بتراهن على الرفض الشعبي، ولا ممكن وقت الجد ووقت الصندوق تلاقي شخصيات مش مرغوب في وجودها؟ لا، خلينا نقول ان في ناس قد يكون لهم رفض شعبي، ولكن يلاقوا قبول. ليه؟ مش يلاقوا قبول من الناس ان الناس حباهم ان هم ينجحوا، يلاقوا قبول في الصندوق. ليه؟ لان قد يكون في مازال فئه بسيطه من المجتمع المصري من 90 مليون اللي هم ممكن، لان هم مثلا عمال شغالين معاه في شركته، وان كنت اعتقد حتى ان الزيت والسكر والكلام ده خلاص بطل. لا، في لحمه دلوقتي المصريين الاحرار منزلين عبوات لحمه وعليها اسم المصريين الاحرار. يعني
ده في رقابه عليه؟ يعني اللجنه العليا للانتخابات بتراقب هذا ولا ما فيش مشاكل ان احنا نوزع بطاطين ونوزع لحمه؟ يعني في حدود للرقابه؟ لا، وبوزع امتى؟ بوزع النهارده. طب ما توزع طول السنه، ما انت بقالك المصريين الاحرار، ما احنا بقالنا 4 سنين في ثوره ما وزعتش، ليه جاي النهارده توزع؟ يعني ما هو برضو يعني كفايه استخفاف بعقول الناس. بس هي النقطه بقى رؤيه المواطن ال40 وال50 مليون اللي نزلوا اختاروا الخط السير اللي مصر ماشيه فيه، اختاروا خارطه الطريق، اختاروا رئيس الدوله، هم اللي لازم يختاروا نواب يعبروا ده عن الفكر ده. ما يبقاش عندنا انتراكشن تضاديه، ما بقاش انا جايب نواب زي ما حضرتك بتقولي الاسماء دي تختلف تماما مع خريطه الطريق اللي احنا بنتكلم فيه. في احمد عز هو يعني مع احترامي الكثير لشخصه، ولكن ماذا سيقدم احمد عز اذا كان ما قدمش حاجه؟ هو زعيم لا وهو كان بيحرك نص 3/4 اعضاء مجلس الشعب. يعني هو نفسه بيحضر وبالاجابه والقبول والرفض، وانت ارفع ايدك وانت ل 300 عضو من ال 400 وما عملش حاجه ولبسنا في متاهه. طب ما بالك النهارده وانت هتبقى عضو، ولا هو انت داخل وخلاص؟ يعني هل هو اداء برلماني وخلاص؟ ثم انت يعني ما شاء الله لا شفنا قدره تشريعيه ولا يعني اداء قانوني، لا انت راجل هتسن قوانين. انا حسب معلوماتي ان هو مهندس، فالناحيه القانونيه والرقابيه والتشريعيه بعيده عنه. طب الدور ايه؟ انا مش متخيل ما هو الدور، ولا هو نوع من انواع هل مسألة نفسية؟ بالظبط يعني اثبات الوجود. انتوا بتقولوا ان انا مرفوض، طب انا هثبت لكم ان انا مش مرفوض. هل هي مسألة فعلا نفسية؟ اعتقد لان حتى في تصريح منسوب للرئيس السابق حسني مبارك، اما قال ان هو طبعا يحمد ربنا قوي انه خرج من السجن، وان هي خطوه يعني. بالظبط، وان هي خطوه سيئه، ومن هم اكثر حكمه وفطنه وحصافه منه مدمون. طب ما نص الاعضاء في المجلس بتاعه ما النهارده مفرج عنهم، ما سمعناش ان حد منهم عمل دوشه ليه وقال انا هنزل، ولا هو استفزاز، ولا هو انت بتزيد مع الناس اللي بيزايدوا علشان تحط الوطن في حرج؟ لا، هل هو تخبيط او وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي في حرج؟ لان اسماء كثيره الحقيقه يعني بتشير سواء بشكل وعبارات مباشره او بعبارات غير مباشره ان السيسي بيدعمنا. وخليني لا يعني هتوقف عندك بالاسماء، ولكن اسمح لنا نستقبل تليفون مصطفى من ايطاليا. اتفضل يا استاذ مصطفى. مساء الخير يا فندم. مساء النور. انا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء، والباشمهندس بيحلل بالظبط. انا اقول لك على واقعه حضرتها في نيويورك 11 سبتمبر. انا كنت موجود في نيويورك. المحققين اللي حققوا في واقعه نيويورك، البنتاجون اللي عمل الضربه دي امريكا، الموساد والاف بي اي الامريكي هم اللي عاملين الضربه دي عشان يسيطروا على بترول العرب كلها. بمعنى رئيس العدل الامريكي لما راح يحقق في البنتاجون ما لقاش اي حاجه من طيران ضرب البنتاجون، ولا طياره ولا موتور زي لقى في المنطقه العالمي. تمام. حضرتك ليك اي سؤال متعلق بالبرلمان القادم يا استاذ مصطفى؟ نعم. ليك اي سؤال متعلق بالبرلمان القادم، برلمان مصر القادم؟ انا بس ليه تعليق على البرلمان اللي جاي دوت. مش هيبقى مظبوط. ليه؟ بمعنى اعضاء الحزب الوطني كلهم راجعين، واخد بالك سيادتك؟ 6 ابليس اللي موجوده في مصر اللي هي بتحرض الناس على التنابل والبهدله دي. ما ينفعش يا فندم، ما ينفعش. لازم الناس دول يستبعدوا. احمد عز وامثاله دول يستبعدوا خالص. لازم نراهن على الشعب المصري ووعيه. بشكر حضرتك استاذ مصطفى من ايطاليا. لما نسمع محمود بدر عضو تمرد ويقول كده نصا انا بيدعمني الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل بيدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا؟ هل دي رغبه من الرئيس انه محمود بدر يكون نائب في البرلمان القادم؟ ما هو تكمله السؤال، هل الرئيس بيدعمه لشخصه الكريم ولا لدوره في تمرد؟ دوره في تمرد انتهى، وتمرد مجموعه كبيره اتقسمت، اللي منهم راح الحزب ده ومنهم راح الحزب ده ومنهم اللي حتى انضم مع حمدين صباحي في انتخابات الرئاسه، ولا هو لشخص الاستاذ محمود بدر الكريم. ما هو برضه لازم يبقى يفرق. يعني هو الرئيس بيدعم رؤيته في البرلمان ورؤيته التشريعيه. ما هو مش عبد الفتاح السنهوري اللي هيرسي، ما يبقاش البلد معلش
فيها من الكوادر القانونيه زي المستشار عدلي منصور، المستشاره العظيمه الجليله تهاني الجبالي، ان هو وهيدعم الاستاذ محمود بدر فقط. والرئيس نفسه طلع انا لا ادعم اي قائمه بعينها. وبعدين معلش، هو الاستاذ محمود بدر الصديق الشخصي حسب اعرف للاستاذ احمد دومه. وبعدين اللي هو سامح سيف اليزن نفسه اللي حل محل دكتور كمال الجنزوري في القائمه، قالها واضحه تماما ان الرئيس لا علاقه له بالقائمه. ما هو مش هنتاجر باسم الرئيس في قوائم انتخابيه. وبعدين الرئيس طلب من الجميع ان يتحدوا للخروج بقائمه تعبر عن الشعب المصري، واختلفوا ولم يتفقوا. ولقينا النهارده المصريين الاحرار الوفد دكتور عبد الجليل مصطفى، لقينا قايمه في حب مصر، كل واحد بقى بينسب لنفسه اللي ان الرئيس بيدعمه، اللي ان الرئيس عايزه. لا، الرئيس لما بيكون يعني حاجه بيقولها مباشره في بيان او في خطاب او ده حسب معلوماتي كمواطن، يعني كمواطن بالنسبه الى رئيسه اللي هو وفي النهايه الصندوق هو اللي هيفرز اختيار المصريين. يعني مع كل الاحترام لسياده الرئيس، لكن ماذا لو دعم الرئيس شخص بعينه ولم يختاره المصريين؟ ماذا يستطيع ان يفعل الرئيس في هذه الحاله؟ وهذا الكلام بيحجر، وفي يعني في مصادره على راي الشعب المصري. انت النهارده انت بتقول ان لازم ان ال 40 مليون اللي ادوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لازم يدوا في قائمه في حب مصر. ليه؟ ليه؟ وبعدين انا في حاجه، القايمه مثلا مجموعه الست محافظات اللي هي القاهره والغربيه والمنوفيه والقليوبيه اللي هي الدائره الاولى 45 عضو. انا اعرف حضرتك هديكي صوتي، بس لازم يبقى عندي متنبه جدا ان انا بدي مع حضرتك 44 واحد، قد يكون منهم ناس كويسه، قد يكون منهم ناس وحشه. طب ما تيجي نشوف القايمه ال 120 فرد، هتلاقي منهم شخصيات عامه، هتلاقي منهم شخصيات قويه، هتلاقي منهم ناس انت حباهم، بس كم واحد؟ 2 3 4 5 10؟ طب ما في 110. فانت النهارده طب المواطن يعمل ايه؟ يعني انا نازله عايزه انتخب، ومعظم الاسامي ما هياش شخصيات كده انا من معروفه حوالي شهر قلت لحضرتك، اعتقد مع حضرتك في برنامج، ان انا كان ليا يعني ملاحظات قانونيه ودستوريه على قانون الانتخابات، وكان لازم ما تنعملش القايمه بهذه اللي هو ال20 وال80، وكان لازم يبقى فيه شويه تعديلات، وان احنا مش مستعجلين ابدا على اجراء انتخابات عشان خارطه الطريق، ولكن احنا البلد لسه اديكي شايفه حروب وهنا 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 وهنا، ولسه بنشم نفسنا. ادخل البلد في نفق في 10,000 مرشح، في 10,000 شخص مترشحين لمجلس الشعب سواء فردي او قوائم. ده في نوع معين من القلق هيحصل في البلد. النهارده احنا ماشيين في حياتنا بنلاقي هنا قنبله وهنا تفجير مش عارف كوبري، وهنا صاروخ مش عارف فين. ما هو بالفعل البعض بيقول يعني ايه استعجلنا على البرلمان؟ بالزبط. يعني ما الدنيا ماشيه، ايه استعجلنا على البرلمان؟ اذا كنا احنا ادينا صوتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيدير شؤون البلاد بشكل طيب، طب ما هو هيخش لي لسه 500 شخص، ربما ما كنتش اعرف منهم اكتر 10 او 20 او 30 او حتى 100. طب ماذا عن الباقي؟ لا، والباقي دول مين بقى؟ في ظل دستور، ما اسمح لي يا دكتور شريف، في ظل دستور بيقوض جدا سلطات رئيس الجمهوريه وبيحولنا لنظام برلماني. البرلمان هيبقى متحكم بشكل كبير جدا، هو اللي هيختار رئيس الوزراء. صحيح. هيبقى له حق سحب الثقه من رئيس الجمهوريه ثم اجراء الاستفتاء على سحب الثقه. يعني طب احنا في غنى يا جماعه، احنا لسه بنبني، احنا لسه بنقوم البلد. يعني ده لسه اول اجراء تشكيل المحافظين اللي فات، لسه الرئيس قايم بيه. يعني احنا لسه بناخد نفسنا، بلد بتتعافى. قانونا هل باستطاعه رئيس الجمهوريه، ده سؤال يعني مجازي، هل يستطيع ان يؤجل هذه الخطوه، ولا التعطيل او تاجيل خطوه اساسيه في خريطه الطريق قد يضر بشكل مصر امام الراي العام العالمي؟ انا اعتقد لا انا اعتقد ان الرئيس، اعتقد والعهد عليا ان الرئيس ينأى بنفسه بعيدا عن هذا، عن انه يتصرف تصرف يخالف ما قرره هو بذاته من خريطة الطريق، ومن احترامه الواضح لجميع النواحي القانونية ولمؤسسات الدولة. ولكن احنا كشعب، احنا ده دورنا ان احنا بنطالب. انا بنادي دلوقتي على الهوا لو سمحت اجلوا الانتخابات، لا وكده افضل، ولا يصدر حكم الصبح من المحكمة الدستورية وليكن
ببطلان بعدم دستوريه قانون الانتخابات. لاحظ حضرتك انه كتير من القانونيين يعني شايفين شبهه عوار دستوري في بعض البنود المتعلقه بقانون انتخابات البرلمان القادم، فربما بعد ما يشكل هذا البرلمان يطعن البعض بهذه النقاط تحديدا وشبهه العوار الدستوري ويهد هذا البرلمان على رأس مصر. يعني هل مصر حمل ان انا اعمل برلمان وارجع الاقي فيه عوار دستوري وارجع اهد البرلمان واعمل برلمان تاني؟ هنصرف هل مصر يعني تقدر تحتمل ده يا دكتور شريف؟ انا اعتقد يعني مش من الذكاء ان احنا يعني ان احنا نحارب في كل الجهات في وقت واحد. احنا عندنا حرب بمعنى كلمة حرب، مش ارهابيين، لا حرب على الحدود في ليبيا وعلى الحدود في سيناء واعتقد في السودان. عندنا حرب اقتصادية، حرب لقمة العيش، حرب الكساد، حرب عندنا حرب التعليم، عندنا حرب الصحة، بلد لسه بتقوم. انا طبعا دور البرلمان دور محوري اساسي لا غبار عليه كالسلطه الثالثه في الدوله بعد التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه، وهي السلطه التشريعيه، ولكن لوقتها. وبعدين انا النهارده لو لا الانتخاب دلوقتي وحصل كمان 6 شهور كمان سنه، ايه المعضله؟ ايه المشكله؟ سلطه التشريع في القوانين الاستثنائيه الواجبه او القرارات بقوانين مخوله للسيد رئيس الجمهوريه. الرئيس الجمهوريه عنده من اللجان الاستشاريه والتشريعيه ما تقوم بذلك. ما ما ممكن اللجان دي يبقى فيها نفس اعضاء البرلمان، بل بالعكس. انا البرلمان النهارده هيولد صراعات زياده. تعالي بصي على القرى وعلى الصعيد وفي الفردي وبرضه قد يكون في الاوائم مدى بقى التناحر. يبقى انا بعمل شقاق ولا بلم؟ يعني انا بلم البلد عشان الكل يجتمع في خندق واحد ورا السيد الرئيس، ولا احنا بقى بنتشاذ بالظبط كده، والنهارده عائله فلان وعائله فلان في الصعيد وده ضرب نار على ده. طب ما احنا في غنى عن الكلام لما تبقى الامور مستقره. السؤال، هل بترى وجود حقيقي للاحزاب او للحياه الحزبيه بتمس وبتلمس نبض المواطن المصري؟ يعني هل حضرتك بتشعر على مستوى الشارع المصري، على مستوى المواطن البسيط، على مستوى المواطن الفقير، على مستوى المواطن المتوسط او حتى المواطن الغني، هل بترى تواجد حقيقي لحياة حزبية بتؤثر سلبا او ايجابا حتى؟ يعني عايزين اي تأثير ولو حتى سلبا بس نشوفه في الشارع المصري. هل ليهم وجود؟ ده قبل الثوره ولا دلوقتي؟ لا ده دلوقتي عشان احنا في انتظار برلمان. انا ما اعرفهمش كلهم الاحزاب بصراحه، واعتقد حضرتك ما تعرفيهمش، واعتقد 90% من الشارع المصري ما يعرفش عدد الاحزاب ومن يمثلهم دلوقتي. صح ولا انا غلطان؟ احنا بنشوف ائتلافات وبنشوف مجموعات وبنشوف مسميات. طب الناس دي مين؟ طلعوا امتى؟ طب بيعملوا ايه؟ طب ازاي ان هم يغيروا؟ طب حتى لو تألفوا واتحدوا، هيتحدوا على انهي فكر؟ على فكر الحزب اليميني او الحزب اليساري او الحزب الوسط؟ طب وهل يجوز ان انا الغايه تبرر الوسيله؟ ان انا لو انا في حزب معين وفرصته في الانتخابات اضعف ان انا انضم لتحالف اقوى او لحزب اقوى علشان انجح، عشان اطبق اني وجهه نظر بتاعتي انا الاصليه ولا بتاعت الحزب اللي انا انضميت له؟ لا طبعا احنا عندنا تخبط في الشارع السياسي النهارده. محتاج انا في وجهه نظري ان احنا محتاجين نهدي في عندنا قامات قانونيه، في عندنا قامات تشريعيه، في عندنا قامات سياسيه في البلد. المفروض ان الناس دي تتكلم مع بعض وتتكلم مع الرئيس لصالح الدوله اكتر ما يتكلموا في الاعلام. يعني انا اعتقد ده وجهه نظري انا النهارده. يعني ايه حضرتك مثلا لسه بنقول ان حزب المصريين الاحرار بيوزع لحم، استقطاب مالي، يبقى انت دخلنا في عبث المال السياسي، يبقى انت النهارده بتشتري اصوات عشان واحد لا يستحق انه يجي على كرسيه. قال لا، يعني اذا اللي بيستحق ممكن ما يجيش، يبقى احنا بنكرر الحزب الوطني تاني او بنكرر الاخوان تاني، وهنرجع لمأساة السنين اللي احنا كنا بنشتكي منها ونرجع نزعل. طب ما احنا نعيب زماننا والعيب فينا. طب اسمح لنا علي مطوع من القاهره. استاذ علي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. ازيك يا هيثم؟ وحشتينا من زمان. ربنا يخليك يا فندم. الله يحفظك. انا الحقيقه بالنسبه لداعش والكلام اللي بيتقال حوالين داعش، يعني داعش يعني هي في الاصل صناعه اعلام اولا. يعني الاعلام صناعها لان امريكا عايزه كده. يعني احنا بنقول لامريكا هتخلص داعش امتى؟ طب وهي لما تخلصها هتاكل عيش على حساب مين؟ يعني احنا يعني مش فاهم. يعني كلنا فاهمين القضيه وفاهمين الحدوته، لكن بنلف ونقول لا اصل امريكا هتخلص. اذا كان الاردن في خلال يوم واحد من الطلعات قالت اننا دمرت 20% من قواعد داعش الاساسيه. طبعا امريكا قالت لها لا، لحد هنا الصوب يعني.
يعني طب احنا بنتكلم على داعش وامريكا، ده احنا نربط الاثنين ببعض. صحيح. ده من ناحيه داعش. يعني يا ريت ان احنا بس نسمي الحاجات بمسمياتها. داعش، امريكا، موساد مثلا، هي دي كلها دي جايه عشان تفتت الوطن. هي والنهارده هو اذا كان يستطيع تفتيتك بدون ما هو يخسر حاجه وبدون ما يتسل له نقطه دم، طب وايه المشكله؟ اما بالنسبه للانتخابات الحقيقه انا شايف الانتخابات وكاننا ان احنا يعني حدثاء على الانتخابات وما عملناش انتخابات ابدا قبل كده، ولا كاننا اول دوله برلمانيه في المنطقه. احنا بنتخبط وفي الاخر الشعب هو اللي شايف التخبط ده في ايه يا استاذ علي؟ تخبط في حاجه دي انت انا بقولها لك اهو. انت هتلاقي عزوف ما حصلش قبل كده على الانتخابات اللي جايه دي، لان ما لهاش طعم. ما فيش حد حاسس انه في انتخابات، ما فيش اتجاه معين. يعني مثلا لما تيجي واحد زي احمد عز اللي 80% من سبب مشاكل مصر واللي حصل لمصر كان بسببه، النهارده نازل بكل بجاحه كده. لو كان فيه خشيه، لو كان فيه دولة حازمة حاسمة، واحد ما زال قضاياه في المحاكم، واحد بنقول اللي عضو لازم تتوفر فيه حسن السمعة. هي فين السمعة اللي في أحمد عز؟ ما هي طب ما هو بص يا أستاذ علي، ما هو ممكن الدولة تقول لك أنا مش عايز أبدأ بإن أنا أفرض شيء يقصي أحد، الكل يترشح والمواطنين المصريين الشرفاء اللي هينزلوا هم اللي يقدروا يعملوا هذا الإقصاء الشعبي بدون أي قوانين. يعني ربما تكون دي وجهة النظر. طب يعني نسمح للإخوان بقى، إذا كان العملية هنسيبها للشعب يعني يبقى نسمح للإخوان كمان ينزلوا ويترشحوا وينجحوا. يعني احنا بنتكلم ازاي؟ احنا بنتكلم في دولة قانون وفي دولة قامت وفي ثورتين قاموا على الفساد. يبقى نقول لا خلي الفاسدين. أستاذ علي، لو بنعمل النهارده استفتاء على الهوا، عايز برلمان في الفترة القادمة ولا بترى انه يجب ان ينتظر قليلا؟ على الوضع ده انا مش عايز برلمان، انا مش عايز تكاليف جديده. هو اصلا وجوده زي قلته. احنا يعني برلمان، هو كان البرلمانات عملت ايه قبل كده؟ هاتيلي من سنه 52 لحد 2011 ايه العمل اللي عمله البرلمان استفاد منه؟ انا استفدت منه كمواطن. ده كل واحد بيعمل لمصلحته. يجي لك واحد يتصدر قايمه ويحط صوت الرئيس السيسي. ليه يا عم ليه انت احتكرت السيسي في قائمتك انت بالذات؟ يعني ما كلنا احنا اللي نزلنا واحنا اللي عتفنا واحنا الحقيقيين، احنا الحقيقيين اللي واقفين جنب السيسي وبندعمه بنفسنا وبمالنا وبكل اللي يطلبه. اشمعنى انت يعني هتحط لي خدت الرئيس لوحدك كده وعملت لي بنا وحطيت الصور بتاعتك عشان توهم؟ طب ما انت كده هتخلي مواطن مش اصلا. وانا بقولها لك لو نزل 15% انتخب البرلمان اللي جاي ده على الوضع اللي هو فيه ده وعلى الخناقات اللي بيتخانقوها دي، حزب يقول لك انا هقاطع وتاني يوم يقول لك لا خلاص انا هقبل. ده احنا كاننا خلاص في حضانه. انا مش لاقي مسؤول. شكرا جزيلا استاذ علي. شكرا يا استاذ علي. يعني راي مواطن يعني بيتفق اهو مع حضرتك ان اللغط والمشهد فيه كثير من العبث، واحنا يعني البلد دي خلاص، يعني البلد دي حقيقي مجروحه ومش مستحمله. البعض طيب بيتساءل بما ان التشريع حاليا في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل بامكانه انه يعدل بعض القوانين لاقصاء فلول الاخوان وفلول الحزب الوطني؟ طبعا وارد، بس هو انا حابب يعني عايز اوضح وجهة نظر. لو افترضنا ان سلطة التشريع دي في ايد حضرتك، بلاش الرئيس او فلان او علان، المناسب والمنطقي سيب الشعب يختار، لان الشعب هو اللي بيتحمل المسؤولية عواقب اختياره. الشعب ادى مرسي 12 مليون وادى شفيق 12 مليون. الشعب نفسه نزلوا 40 مليون ادوا سيسي، لان حسوا بالفارق. شافوا التقي لما بين رئيس خايف على بلده وواحد بيبيع ارض بلده او بيتنازل عن ملكيه بلده. الشعب عنده فطنه ورؤيه. بس هي المشكله في انتخابات البرلمان ايه؟ انتخابات البرلمان داخله جوانا قوي، انا وحضرتك وفلان وعلان وقريبنا وجارنا، ففيها نسبه التفتيت اكتر، فيها نسبه التقسيم. يعني بالظبط. وارد ان جدا يحصل يعني انا شفت لسه امبارح او اول بعض الاحزاب الكبيره القديمه او اللي معروفه في الساحه يعني بتلوح ممكن انها ما تشاركش. مش فاكر الوفد ولا لا، والدكتور اللي هو
ما هي نفس القصص بقى، انا مش داخل، انا يعني انا عزوف عن المساله بالزبط. المساله مش ماشيه بالطريق المظبوط، وبالتالي انا مش هشارك في هذه المهزله وتصريحات ومفردات طنانه. تمام. يا رب الصلاح لمصر. انا يعني بقول النهارده بناشد الرئيس بان احنا يعني موضوع الانتخابات يعني طبعا هو قرار السيد رئيس الدوله، ولكن احنا عندنا كان يجب ان، او مش كان يجب، انا بنادي بتشكيل مثلا لجنه على مستوى قانوني عالي جدا يعيد صياغه قانون الانتخابات تاني، لان في عوار لسه الناس بتتكلم على الكشف الطبي. صحيح. التامين الدخول، الكشف الطبي كان 9000 جنيه بقى 4000 جنيه في بعض الاعضاء، قد يكون ناجح بس ما يقدرش يدفع يعني، او له ارضيه بس ما يقدرش يدفع الفلوس، والقائمه 18000 او الفردي 3000 ولا. عندنا قامات قانونيه في مصر رهيبه، عندنا رجاء عطيه، عندنا تهاني الجبالي، عندنا المستشار عدلي منصور، عندنا الناس الفطاحل دي ما يجتمعوا ويحطوا اطار عام قانوني والدوله تقره ويمشي على الكل، عشان النهارده ما نفاجئش باحمد عز، نفاجئ بالبلكيمي نقول طب نعمل قانون يمنع، طب نعمل قانون يبيح، وهنتنينا في هذا التخبط يعني. يا رب الخير لمصر، والرهان على الشعب المصري ما نملكش دلوقتي أكيد. الا ان احنا يعني ندعي ربنا انه الشعب المصري ان شاء الله مش هيخذل البرلمان أكيد القادم طبعا. وهيقدر يختار النواب. والمستشار والخبير القانوني دكتور شريف اديب المحامي بالنقد والدستوريه العليا، شكرا، كنت ضيف عزيز علينا ويعني نورت لنا كده في نهايه النفق اللي كتير مننا احيانا بنحس مش ان مظلم. لا هو مش مظلم يعني. يا رب نشوف النور مالي مصر ومنور مصر. شكرا لحضرتك ان شاء الله. الله يخليك. مشاهدينا دايما بنراهن على المواطن المصري، ارجوكوا 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 الاخوه بتوع بنعصر ليمون، ارجوكوا مش عاوزين ليمون في البرلمان القادم، عايزين نواب حقيقيين شرفاء ووطنيين علشان البلد دي تقوم وتقف على رجليها وتبقى قد الدنيا. تحياتي، اشوفكم الجمعه الجايه ايتن الموجي، والسلام عليكم.